حكم اتحاد الكواكب المجرة 250 سنة انتشر فيها السلام والحب بين الناس، لكن الأطماع الفردية وحب السلطة زعزعت أمن المجرة وحصل انهيار الاتحاد، ودي كانت بداية للحرب الأهلية. أهلا بكم في ملخص أول حلقة من حلقات مسلسل هزيم الرعد. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ويلا نبدأ الحلقة. الحلقة بسفن بتضرب في بعض والدنيا مولعة، ونروح لأول ظهور لبطل القصة بتاعنا في أسطول اسمه أسطول جوجو، وهو راي ريوجي الملقب بهزيم الرعد، وبيكون جندي عادي تحت أمر الإمبراطور دانجو اللي عمل هجمات كتير في المجرة واحتل المنطقة الشمالية، ودلوقتي بيعمل هجوم على الإمبراطور شوزين اللي كان بيدعي للسلام بين المجرات. ودلوقتي هو في موقف صعب، وتشوف الإمبراطور شوزين وهو بيكلم بنته سيموني ويقول لها لازم تهرب دلوقتي، لكنها بترفض وتقول انها هتحارب معاه، ويقول لها ما ينفعش علشان هي بنت اخر واحد من حكام المجرة، ولو حصل اي حاجة اتحاد المجرة هيتدمر، ويقول لها ان لو حصل له اي حاجة تكمل مشوار والدها وتوحد الكواكب. ونرجع لهزيم الرعد ونشوف الفرق الكبير بين جنود شوزين وقوة وشجاعة جنود دانجو ومنهم هزيم الرعد، ويطلع عند الامبراطور ونشوف المهارة بتاعته في القتال. وشوزين بيقول له انت محارب كويس لكن ما عندكش اخلاق الفرسان علشان ما عرفتنيش انت مين، ويقول له عندك حق والله يا ابو الشباب، المهم انا راي ريوجي المعروف بهزيم الرعد من الاسطول الثامن، انت عندك روح قتالية عالية، ده حتى مجلس الاربعة الاقوياء ما يقدرش يدخل عندي زيك كده، اصلا بحب اكون الاول في كل حاجة. وتبدأ المعركة بين الاثنين والاتنين اقوياء ومحدش هيستسلم بسهولة. وفجأة تدخل سيموني ونشوف هزيم وهو بيخلص على والدها، وتشوف هزيم وهو واقف قدامها وتهجم عليه، واصحابه بييجوا ويكتفوها ويقولوا مالها البت دي، وهزيم بيقول شكل كده خلصت على والدها، ويخلص المهمة ويسيبوا الكوكب كله من دمه ويرجعوا. واصحابه بيسألوه مالك حزين كده ليه؟ ده انت حتى المفروض تكون فرحان عشان خلصت على شوزين. يا غبي، انت فاكرني فرحان عشان خلصت على واحد؟ انا عملت واجبي ومش زعلان، بس برضه مش مبسوط. يا عم طب انت زعلان ليه دلوقتي؟ انت محارب ودي حياتك، وبعدين انت مش اول مرة تروح مهمات وتخلص على اعداء، وده في الاخر واجبك. عارف لكن بحب الحياة وبحب الكل يعيش في امان. ونروح على كوكب الامبراطور دانجو ونشوف لأول مرة الأربعة الأقوياء جيمبي وفورماي وجادر وروجين. كل الشكر ليكوا يا أبطال. كده المنطقة الشمالية كلها بقت بتاعتنا، ودلوقتي هنروح عند المنطقة الجنوبية، وجيمبي بيقدم صندوق صغير للإمبراطور ونلاقي فيه راس شوزين. ده انت جاحد يا جدع، كنت أنا وشوزين مع بعض في واحد من اتحادات الكواكب لكنه عارضني، وكل اللي هيعارضني هيموت. وفجأة نسمع صوت جامد ونشوف هزيم بيضرب الحراس وعايز يدخل المجلس بالعافية. سيد الإمبراطور، أنا اسمي راي ريوجي وبطلب منك تدينا مكافأة لينا والأسر زمايلنا اللي ماتوا. اللي اعترض على القوانين ممنوع وانت عارف كده. أيوة أنا عارف، بس احنا رحنا في حرب مرعبة ومات مننا جنود كتير، واحنا ما بناخدش غير 4 قطع فضية. أنا سمعت عنك في الحرب وعرفت انك محارب شجاع، بس أنا برضو ما هدفعش. الجنود ماتت والموضوع كله خلص، أدفع ليه بقى؟ أيوة بس برضو أهلهم محتاجين الفلوس دي، أنا ماليش دعوة بأهلهم، أنا عايز جنود يحاربوا ليا مش لأهلهم. وبيجي حارس عشان يطلعوا بره، ولكنه بيتعصب ويكشف كل الناس، وطبعا الأربعة الأقوياء بيحطوا عليه وكانوا هيخلصوا عليه، لكن بتدخل واحدة اسمها ريلا وتقول إنهم انتصروا خلاص ومش لازم يعني عاقبوا هزيم، والموضوع بيمشي والناس كلها بتحتفل بالفوز. ونروح لصخر وتاسكي أصحاب هزيم ونعرف منهم إن هزيم هيموت، وده علشان عقوبة الاعتراض الموت، وإن الموضوع شوية وقت وهيخلص، وبيفكروا في طريقة علشان يخرجوه منها من السجن. ووسط ما الناس كلها فرحانة وتحتفل بالانتصار بتاعها يحصل هجوم من الناس لسه ما نعرفهمش. وبس كده بنكون كده خلصنا ملخص الحلقة الأولى، ولو عايز تعرف مين الناس دول لازم تستنى الحلقة الجاية. وبس كده، سلام.